وشوف عند العيال فوق الدولاب بامهم بتبقى حاطه صندوق كده فيه الجردل والجاروف بتوع الرمله، خد الحاجات دي واطلع على الساحل الشمالي، شوف امسك اي حاجه بقى، اي حد هناك رايح قول له يا باشا خدني معاك واحنا عايزين نتفسح. ان شاء الله بات على الشط عادي على فكره، هيحصل لك ايه يعني؟ ما هو اسوأ، مش هيحصل اسوأ ما انت قاعد في البيت. لكن رسميا حكومتك محدش هيرد. طبعا يعني المشهد بوضوح فيه سقوط لجسم ما، والدخان بيقول انه القصه في منطقه شكلها مش غريب علينا. تقريبا دي نفس المنطقه اللي استشهد فيها العميد احمد منسي رحمه الله عليه. وكمين البرثا ده يعني عنده تاريخ، وقرية البرثا نفسها عندها تاريخ في محاربة الإرهاب. السؤال اللي احنا لازم نسأله وواجبنا أن نسأله، دلوقتي احنا عندنا بيان رسمي من مؤسسة حقوقية موجودة في سيناء موثق بفيديو. إما إنه هذا الكلام صحيح وإنه هذه طائرة إسرائيلية فعلا، فده معناه انها تعدت على حدودنا او عدت حدودنا ووصلت انها استهدفت هدف جوي اسقطته ثم عادت وخرجت من حدودنا. واما انه دي طائره مصريه والسبب محدش فاهمه لا نعلن عن عمليه اسقاط هذا الصاروخ او هذا الجسم الطائر اللي ممكن يبقى مسيرة، ممكن يبقى صاروخ، ممكن يبقى شيء واضح انه حربي وعسكري. ومن الواضح انه دي مسألة مكررة. احنا عندنا قصص كتير في بدايات اطلاق الحوثيين لصواريخهم على اسرائيل. اول الاثنين ما جوش في اسرائيل، جم في طابة وجم في منطقة نويبع، يعني كانوا بعاد عن اسرائيل. كانت احداثيات غلط بقى او معلومات غير دقيقة او بيجربوا مش عارفين عمليه التسيير عن بعد بتتعمل ازاي. لكن النتيجه ان احنا عندنا مشاهد وفيديوهات موجوده حتى هذه اللحظه لمصريين في نويبع وفي طابه بتسقط عليهم، لدرجه انه في طابه سقط الجسم الطائر على استراحه واحد من ضباط الشرطه المهمين في هذه المنطقه، واصيب امين شرطه. ف يعني مش حاجه طبيعيه ان احنا نسال ليه ما فيش بيان رسمي يحكي قصه، واليست حاجه طبيعيه انه في السيناريو الاولاني لو دي طائره اسرائيليه فعلا نتساءل عن دفاعنا الجوي اخباره ايه؟ اصل احنا شايفين ايران فجاه صحينا من النوم ما لقيناش دفاع جوي في ايران، يعني خدوا اجازه اتضربوا كلهم سابوا الشغلانه ومشوا. بس يعني احنا شفنا في طائرات بتيجي من 1500 كيلو تضرب جوه قلب ايران وجوه عمق الدوله الايرانيه وتروح عادي. يعني بيسقطوا منهم الطيارات المسيره بس. فاحنا كمواطنين بنتفرج على التلفزيون محتاجين نسال ونستحق الاجابه، مش بس عشان احساسنا بالوطن والوطنيه، لا نستحق الاجابه عشان نبقى فاهمين شكل العلاقه مع اسرائيل. يعني لو ده شكل من اشكال التنسيق قولوا للناس ان انتم مقسمين المنطقه دي جويا وانه في مناطق الاقرب فيكم بيطلع يهاجم او يدافع. احكوا القصه فنبقى احنا فاهمين ومحدش يجي يزايد علينا. ونختلف ونتفق مع الدوله على فكره. يعني في ناس هتقول لك برافو كويس قوي، كويس انتوا اسرائيل شغاله عندنا، وهيطلع اساتذه كبار يقولوا ده اسرائيل شغاله عندنا دفاع جوي اهي، وهيطلع اساتذه اخرين يقولوا ايه اللي احنا بنعمله ده بالتاكيد ده خرق كبير جدا جدا وده اختراق لاتفاقيه السلام ولازم نبقى فاهمين اللي بيحصل ده بيحصل على اساس ايه والتنسيق ده بيتعمل ازاي، وهل هو لما بيرصد هدف جاي على الرادارات وعلى الطائرات الانذار المبكر هل انت بتشوف الكلام ده معاه بيشير معاك ويقول لك انا هطلع انا القط الهدف ده ولا اطلع انت؟
يعني شكل التنسيق ده عامل ازاي. لكن ان تتركوا الشعب المصري بلا معلومه في منطقه عمليات عسكريه واضح انها دائمه ومستمره وهتدوم وتستمر، واضح انها بتسخن في لحظات. صحينا من النوم لقينا في حرب 12 يوم اسرائيل وايران بيدقوا في بعض. فابسط ما لدينا وابسط ما نساله هو انتوا اشرحوا لنا، بس اشرحوا لنا فقط. قول لي هذا البيان والله كانت طائره مصريه، والله كانت طائره اسرائيليه وفي تنسيق بيننا. لكن ابقى انا قاعد والاستاذ احمد قاعد والمواطنين في العريش قاعدين والمواطنين في مصر والعالم العربي قاعدين مش فاهمين بيحصل ايه، وفي 2 3 4 5 ضباط في البلد كلهم فاهمين القصه وساكتين، دي حكايه عجيبه قوي. ادي اهو بيان رسمي الجيش الاسرائيلي يعلن عن احباط محاوله تهريب اسلحه من مصر لقطاع غزه. ودي مش المره الاولى ولا الاخيره، دي مثلا منذ 7 اكتوبر مثلا المره ال 18. فلما بيحصل هو حاجه في ارضه بيطلع لشعبه يقول له طب انا ليه اقل من الشعب الاسرائيلي؟ يعني هو مواطن وانا مواطن. هقول لكم ليه بقى؟ لان هو بينتخب حكومته وانا ما بنتخبش حكومتي. بوضوح. هو لا مؤاخذه نتنياهو ده بيتمسك في الكنيسه يترقع على قفاه، ويعني اسف يعني النائبات قبل النواب بيقولوا له كلام يعني لا يسر لا عدو ولا حبيب. وانا عند رئيس الوزراء بيروح يحط رجل على رجل ويقول للحمصاني يقول، فالحمصاني يقول والناس بتسمع والصحفيين يسقفوا وخلصت المسرحيه على كده. لكن في مساله الامن القومي مش فاهمها بقى. يعني انا مسامحك في مساله الاسعار ومش قادر اكلمك في مساله انك انت فقرتنا، ومش قادر ارد عليك في مساله ان مفيش حريات، ومش قادر اضغط عليك في مساله انك حابس خلق الله كلهم، ومش قادر افتح بقي معاك عشان خايف منك، فمش قادر حاطين كلنا يعني شاربين شاي وقاعدين ساكتين مالين بقنا بالشاي وساكتين. لكن في امننا القومي وطراب بتخش وطراب بتخرج وضرب وحرب، انت ساكت ليه؟ نروح نشوف الاستاذ احمد موسى وهو يحدثنا عن حدودنا في تلك المنطقه، حدودنا المصريه، طابه المصريه. هل المحور ده كان تحت الاراده المصريه والسيطره المصريه وتم؟ لا خالص نهائي. يا جماعه هم مش فاضيين يوضحوا والله، زي ما يعني لسه حد باعت لي خبر الحكومه المصريه تنتقل باسرها الى العلمين الجديده بشكل واضح. ده هيقعدوا هناك لحد سبتمبر حضرتك. فيلات وشاليهات رسميه خلاص. والتان بقى واللون والجو جميل الجو ده. ونديرها من هناك. احنا المفروض ردا عليهم نطلع بالتيشيرتات والشورتات، يعني نطلع تلاقيه لابس الشورت وحاطط بس ناخد جهاز هوا بقى ونطلع مثلا من شيله ولا من اكوا ولا الحتت لا ولا حاجه، احنا نروح شيله واكوا ونستمتع بالبحر ونيجي ناخد التان. لا نطلع هوا وناخد التان، نعمل تقارير من هناك مع الزملاء اونلاين. ايوه وناخد التان ونيجي هنا بقى ويبقى رد لانه يبقى ظلم بالمثل. بصراحه مجلس الاداره المفروض يتكلم في الموضوع بالمثل. يبقى ظلم ان هم قاعدين بيتفسحوا ومروقين واحنا قاعدين بقى محروق دمنا وقاعدين بنعمل كده اهو زعلانين وبتاع. هم مش في دماغهم. والله العظيم 3 بلد جميله، والله بلد جميله. انا واحد صديقي يعني مؤيد للدوله، لقيت متصور النهارده حاطط صورته مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس بيعمل له كده حاجه كده شخصيا. فانا قلت له ده ذكاء اصطناعي؟ لا ده الرئيس فعلا. فين يا ابني؟ قال لي في العلمين. فانتوا بقول لك فالجو يا عم احمد، ما انا اقول لك على حاجه. فالجو يا عم احمد، الناس دي مش غريبه. الجو رايق. هو احنا وقت ما كنا شغالين انا كنت وقت ما كنت شغال في الحياه، ما احنا كنا بنطلع نغطي الحاجات دي هناك وكنا بنبقى متواجدين والدنيا بس لذيذة. الجو رايق لدرجه الرئيس بقى نازل يتمشى في السوق فبيقابل الناس وهو يهزر، الناس تهزر معاه فيعمل للناس كده اجواء جميله جدا. طبعا. بقيه الجمهوريه بره العلمين والساحل الدوله ملهاش علاقه بيها لغايه سبتمبر اللي جاي. الحاجه الوحيده اللي ظبطوها يعني او هيحاولوا يظبطوها عشان انتوا ما تزعلوش النور، انه النور ما يقطعش. يعني بذلوا كل اللي يقدروا عليه علشان مساله النور ما يقطعش. لكن انتوا لما تبقوا عارفين ان حكومتكم قاعده في الحته دي المفروض تهيصوا انتوا كمان. يعني انا مش فاهم بقى انتوا ليه كمواطنين قاعدين قافشين وكل واحد قاعد بقى بتكلمني تتفرج علينا وانت لابس الفنانه الحمالات
وقاعد حرانه يا عم، حرانه ما يعمل ايه؟ طيب تحرش يا عم، انزل اطلع على حكومتك، شوف الحكومه دي بتستمتع فين، روح استمتع معاهم. اي نعم معكش فلوس انا فاهم، بس ما لهاش حل الحكايه دي. روح قول لهم يا جماعه احنا عايزين نستمتع، مش فيش مظاهرات ولا حاجه. انت خد التيشيرت والشورت وشوف عند العيال فوق الدولاب بامهم بتبقى حاطه صندوق كده فيه الجردل والجاروف بتوع الرمله، خد الحاجات دي واطلع على الساحل الشمالي. شوف امسك اي حاجه بقى، اي حد هناك رايح قول له يا باشا خدني معاك واحنا عايزين نتفسح. ان شاء الله بطلع على الشط عادي، على فكره هيحصل لك ايه يعني؟ ما هو اسوأ، مش هيحصل اسوأ ما انت قاعد في البيت. لكن رسميا حكومتك محدش هيرد.